حيلة. الليلة الليلة الضفتنا الليلة، هيش الفرضان الشيلة من العين صعب لك حيلة. الليلة الليلة الضفتنا الليلة، هيش الفرضان الشيلة من العين صعب لك حيلة. الليلة الليلة الضفتنا الليلة، هيش الفرضان الشيلة من العين صعب لك حيلة. الليلة الليلة الضفتنا الليلة، هيش الفرضان الشيلة من العين صعب لك حيلة. ولا في شرفا ولا حيلة، ولا في عدلا للبيلة، والليلة القوة هزيلة والهم عليه بالكيلة. ولا في شرفا ولا حيلة، ولا في عدلا للبيلة، والليلة القوة هزيلة والهم عليه بالكيلة. الليلة الليلة الضفتنا الليلة، هيش الفرضان الشيلة من العين صعب لك حيلة. الليلة الليلة الضفتنا الليلة، هيش الفرضان الشيلة من العين صعب لك حيلة. من بعد ما خرجت من المدرسة العتيقة بفترة قليلة، مشيت لمدينة خريبكة، خدمت فيها 7 أشهر بالضبط. منها شهر عند واحد السيد مول السريعة في وسط المدينة، وشهر عند واحد المول اللهري في حي المسيرة، والأشهر 5 الأخيرة خدمت عند الأب ديال السيد اللي خدمت معاه في الزريعة في الشهر الأول. وكان العمل في المحل بقالة في حي البيوت القدام، ورغم القصر المدة اللي دوزتها تماك والحمد لله تعرفت على ناس داك الحي ولاو كيعرفوني مزيان والحمد لله. ومن ضمن دوك الناس اللي وقع بيني وبينهم تواصل هو واحد السيد اللي كان إماما لمسجد، واللي كان قريب من الحي اللي حنا فيه. كان ديما كيجي كيجلس معايا فاش ما كيكونش مول المحل، وكنبقاو كنهضروا انا وياه، كنهضروا على الدين والصعوبات اللي كيواجهها الائمه. وبحكم انني كنت كنعتبره اخ وعزيز، عاودت ليه باللي حتى انا دوزت التعليم العتيق، وباللي عندي خبره بسيطه في الرقيه الشرعيه. عاودت لي على بعض الحالات اللي بفضل الله سبحانه عالجناها انا والسي عبد الله، الله يرحمه ويواليه بالرحمة ديالو. السيد ولفني ولا دائما كيجي لعندي وكيقول لي اهل القرآن كيرتاحون لبعضهم، وهكذا كان يخيل له. مع مرور الأيام ولات عندي اختلاط أكبر بالناس ديال الحي وحتى بعض الأحياء المجاورة. كانت واحد السيدة كبيرة في السن، وديما كانت كتجي لعندي المسكينة، كتدي الحليب في الصباح وباين على الملامح ديالها البؤس والمعاناة. ولكن ما عمرني زهمت نسولها مالها، لحقاش راكم عارفين الانسان هو اللي كيدخل سوق راسو،
ولكن واحد النهار كان معايا داك الإمام في المحل، والتصادف أنها جات تتقدى عندي الحليب كيف العادة ديالها المسكينة. فاش مشات سولتو عليها وقلت ليه هاد السيدة ديما كتجي لعندي، لكن ما عمرني شفتها كتضحك. مالها السي إبراهيم ياك لاباس؟ شنو غادي نقول لك اخويا عادل، هاد السيدة مسكينة أرملة، الزوج ديالها كان موظف في المجمع الشريف للفوسفات، توفى هادي تقريبا 7 سنوات، وخلى ليها 2 الولاد و3 البنات. الولاد بزوج كاينين في إيطاليا، والبنت الكبيرة تزوجات، وهي دابا عايشة غير مع 2 البنات والزوجة ديال واحد من أبنائها اللي كاين في الخارج حيت ما بغاش الزوج ديالها يديها. ومالها المسكينة على هاد الحالة؟ اشنو اللي مغيرها بحال هكدا؟ اودي اش غادي نقول ليك، السيدة راها كتعاني بزاف من الجهة ديال بناتها اللي عايشين معاها. وحدة ديما ضارها راسها، ما خلات ما دارت معها، داتها للطبيب ودارت ليها الشبكة، ولكن والو، هذاك الحريق ديال الراس ما بغاش يفوتها، لدرجة انها احيانا كتدخل في شبه غيبوبة من قوة هذاك الالم. والثانية كانت بخير وعلى خير، كتقرا مزيان وإنسانة خلوقة، ولكن من بعد ما تخطبات بشهر خلا حالتها كتتأزم. وإلا شفتيها دابا غادي تخلعك في ديك الحالة اللي وصلات ليها، لدرجة أخويا عادل أنها كتقيا الدم بعض الأحيان. وحتى هي المسكينة ما خلات طبيب بعد من داتها، وفي الاخر كيقول ليها البنت ما فيها والو، وربما تكون غير حالة نفسية. واش غادي نقول لك، الله يجيب الشفاء والعفو من عنده يا رب. انا حاولت ننسى الموضوع، وفعلا داكشي اللي وقع، لكن ربي اللي شهد ليا باللي وقت ما جات عندي هذيك السيدة إلا ما كان داير ليها من قلب ديالي بالفرج القريب، وكان حاول ما أمكن أنني نخفف عليها عن طريق المحاولة الرسم جزء من البسمة على الوجه ديالها، ولكن السيدة ما بقى فيها نفس اللي تضحك، بحال إلا كتقول يا وليدي الضحك مشى مع المعاناة. أنا الصراحة حيراتني معها والله العظيم، حيت ما لقيت ليها جهد، وأنا ما كنحملش نشوف شي مرة كبيرة في السن كتعاني. هذا حاجة عندي هي هديك. المهم جات الأيام وجات الأيام، والوضع على ما هو عليه، وإحقاقا للحق ما عمرني شفت بحال هادوك الناس ديال داك الحي، الله يعمرها دار خلقا وأخلاقا، والله العظيم والشهادة لله. من بعد ما دوزت في داك المحل 3 أشهر وشي أيام، باقي كنعقل. كان نهار السبت ومورا المغرب، كان جا عندي هداك الإمام وبحال ليلة كان مخلوع، وقال لي خويا عادل أنا بغيت نهضر معاك. مرحبا خويا إبراهيم. دخلتو المحل وقلت ليه ياك لاباس مالك صفر؟ اخويا ما عرفت منين نبدا ليك، واش عقلتي على هاديك السيدة اللي سولتيني عليها هادي مدة؟ عقلت عليها، راني شفتها غير هادي 3 أيام. مالها ياك لاباس؟
ظننت للوهلة الأولى أنه غادي يقول لي توفات، لكن قال لي أخويا واش غادي نقول لك، السيدة تلاقات مع واحد المصيبة ونعتات ليها شي شوافة، قالت ليها غادي تقدر تعالج ليها بنتها من هذاك الحريق ديال الراس اللي فيها، وباللي هي إنسانة مبروكة وما غادي تخرج من عندها إلا وهي معالجة وما فيها والو. والسيدة المسكينة على نيتها دات عندها البنت، ولكن غير دوزات عندها شوية ديال الوقت خرجات كتجري وكتغوت في الزنقة حتى وصلت لدارهم وهي تسكت بالمرة، ما بقاتش كتهضر بحال ليلة ولات بكمة. كيفاش ولات بكمة؟ كيف ما كتسمع اخويا عادل، ما عرفت شنو اللي وقع ليها عند ديك المشاهدة، والام ديالها جات لعندي للجامع من مورا صلاة العصر كتترجاني المسكينة انني نمشي نرقي ليها بنتها، ودرت ليها خاطرها ومشيت لعندها من بعد صلاة المغرب، ولكن ما قدرتش نعرف مالها. ياك رقيتيها اخويا ابراهيم؟ رقيتها، ولكن ما تحرك فيها والو، وما هضرات ما تحركات، بالعكس تصرفات بحال ما كاينش معها نهائيا. ايوا ربما يقدر ما يكون عندها والو، ويمكن انها تخلعت فاش مشات عند هاديك. لا يا خويا عادل، السيدة تبدلات ولات غير مخرجة عينيها، ومن نهار خرجت من عند الشوافة ما شافتش الناس. وهاد الكلام ديال ما ماشي كلامي. ايوا واش غادي نقول لك اخويا ابراهيم، الله يشفيها ويرزقها العافية والسلامة. اشنو بالك اخويا عادل؟ بما انك كنتي عاودتي لي انك كنتي كتعالج الحالات من هاد النوع. لا خويا، انا ما عنديش استعداد نهائيا لهاد الشي. لو كان بغيت نرقي الناس ما غاديش نجي نخدم عند عباد الله ب400 درهم للشهر. اخويا غير شوف كيفاش دير، الله يرحم لك الوالدين والاجر ديالك على الله. وبقى كيرغب فيا ويعاود لي على دوك الحالات ديال دوك الانسانات حتى ما بقى خلى ليا ما نقول. وقلت ليه واخا، ولكن راه ما نضمن لك والو، والكمال على الله سبحانه وتعالى. انا غادي نمشي معاك ونشوفهم، وان شاء الله الرحمن الرحيم ما يكون غير الخير. ولكن اولا سيروا اشرح للام ديالهم الامر وقول ليها تجي لعندي. وداكشي اللي دار، مشى عند السيدة وقال ليها شنو اللي كاين، وجات لعندي المسكينة ملهوفة. جلست حداها وقلت ليها عاودي ليا اميمتي اشنو كاين من الاول حتى الاخير. وهنايا المسكينة بدات كتحكي لي وقالت ليا باللي بنتها غير دخلت عند الشوافة واحد شوية بدات كتغوت، ناضت وخرجات كتجري بلا سبب، لدرجة ان الشوافة تخلعات حتى هي. قلت ليها صافي واخا، ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا مور صلاة المغرب غادي نجيو لعندك انا والامام ديال الجامع، وجدي لينا شي بيت فين نجلسو الله يجازيك بالخير. واول حاجة قالتها لي قبل ما تمشي هي شحال طالب مني اسيدي. وقلت ليها اولا لا، سيدي وسيدك هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا انا ما طالب منك غير الخير وما باغي منك والو. حسيت بها ما فهماتش
وقلت لها فاش نقول لك اعطيني قالت لي واخا، ومشات المسكينة. فهاديك الليلة والله ما نعست حتى لواحد الوقت متأخر، حيت كنت كنفكر اشنو غادي يكون واقع لهاديك البنت، وشنو هو السبب اللي خلاها تخرج من عند الشوافة كتشري. المهم نهار الحد فقت كيف ما العادة وفتحت المحل وبقيت خدام حتى وصل الوقت انتهى الظهر. سديت المحل وأيدت على مولاه يجي يقابلو، قلت له انه عندي ما يدار، واخا كان ما باغيش ولكن الخير سابق. مشيت وصليت الظهر ومشيت للدار ديال الفقيه اللي في الجامع، تطهرت فيها مزيان ووجدت راسي بحكم انني كنت كنعس غير في المحل وما عنديش ساكن. بقيت مع الامام حتى صلينا المغرب ومشينا عند السيدة. دق الامام وحلات لينا الزوجة ديال ولدها وداتنا حتى البيت وقالت لينا تفضلوا. قلت لها عافاك، نادي لينا على هذيك السيدة اللي درنا معاها، وقالت لينا راها كتصلي المغرب. استنيناها شوية وجات لعندنا هي وبنتها الاخرى، ماشي هذيك البنت اللي هربات من عند الشوافة، لا هذه الاخرى اللي تقيات الدم. غير شافتنا وهي تهرب دخلت لواحد البيت اخرى حتى السلام ما قالتوش، وهنا عرفت باللي السيدة حتى هي ماشي طبيعية. قلت لأمها سدي الباب ديال الدار بالساروت، حيت خفت انها تخرج فاش نكونو كنرقيو اختها، وما قلتش لأمها والو عليها. دخلت البيت وجلسنا، جبت المصحف من الكارطاب ديال الفقيه وواحد القنينة من الماء اللي رقيناها في الجامع. بقينا كنستناو هاديك السيدة تجي. انا قلت الامام يرد معايا البال، واللي بديت نقرا يتبعني فيه باش ما نتخلبطوش في القراءة، وقال لي صافي. شوية وهي تدخل السيدة ومعها بنتها، نحلف لكم ما شافتش الجهة ديالنا نهائيا. دارت براسها بحال الا ما كاينينش هنا. قلت للأم ديالها جلسيها واجي نهضر معاك. خرجتها لبرا وقلت لها شوفي على لالا، راهي قدرت تشوفي من دابا لشوية داكشي اللي ما عمرك شفتيه في حياتك، واش تقدري تصبري؟ قلت لي على قبل بنتي نصبر وليدي. قلت لها الا حسيتي براسك بديتي تخافي تنوضي وتخرجي. رجعت للبيت وجلست قدام البنت، والامام جلس على اليمين ديالها، وبديت كنقرا في الفواتح ديال الرقية كيف العادة، محاولا ما امكن تقليد المرحوم السي عبد الله يرحمه، لحقاش كنعتبرو القدوة ديالي. كنقرا شوية وكنحاول نجبد معها الهضرة، ولكن هي والو، ما كتجاوبش معنا، كتبقى غير كتشوف فيا وساقلة. عرفت باللي السيدة شافت شي حاجة عند الشوافة واللي خلاتها في هاد الحالة، بحال شي صدمة وقعت ليها. قلت للإمام أرى لي هداك الكاس ديال الماء المرقي. غير قربت باش نعطي ليها باش تشربو وهي تضرب الكاس ورماتو. قلت للفقيه يشد ليها يديها حتى نشربو ليها بزز، وداكشي اللي كان. سميت الله وسقيتها من داك الكاس. ما كملاتش 3 دقائق السيدة بدات كتمايل راسها يمين ويشمال، وبدات كدير الضحكات متقطعة. قلت لها اللي كان خاصها. جبت كتاب الله وبديت كنقرا منه، بدءا من الفاتحة ثم البقرة، وقلت للإمام أنه يتبعني.
حتى وصلت الآية: صم بكم فهم لا يعقلون. وأنا ينقل لي حبس، خليني نهضر معاها. السيدة عينيها حمار بحال الشكل اللي في الصورة اللي حطيت لكم، وكتشوف فيها بواحد الطريقة مريبة بزاف. وانا من العادة ديالي فاش كنبغي نجبد بنادم بالرقية كنسلم عليه بتحية الإسلام أولا، وقلت لها السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما رداتش عليا. عاود سلمت عليها ولكن لا رد في السلام، ومن بعد بدات كتضحك بالشوية. قلت لها علاش كتضحكي؟ واش ممكن نضحكو معاك؟ نفس الشيء ما جاوبتنيش وبقات غير كتضحك. قلت لها مادامك ما بغيتيش تضحكينا معاك اذا اللهم نهجرو ليك. رجعت كنقرا ما تيسر من سورة البقرة من النقطة اللي وقفنا عندها، وتقريبا 10 دقائق وانا نحبس. بديت كنقرا عليها بعض الآيات والأذكار التحصين وانا شاد ليها في راسها، حتى حسيت بها بدات كترعد. وديك الساعة عرفت باللي السيدة او بالاحرى حنا دابا ماشي بوحدنا، وباللي داكشي اللي كنت شاك فيه صحيح، وعاد هنا غادي تبدل الرقية ديال بصح. حبست القراية وعاودت قلت لها السلام عليكم. وهنا كانت المفاجأة، بحيث أن السيدة ردت عليا السلام بشكل كامل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأم ديالها بحال إلى تصدمات، حيتاش البنت ما كانتش كتهضر من نهار خرجات من عند الشوافة. ولكن أنا ماشي الهضرة ديالها اللي فاجأتني، حيت كنت عارفة غادي تهضر بجهة الله، وإنما اللي فاجأني طريقة الرد السلام. عرفت باللي ماشي هي اللي هضرات معايا، وقلت لها مزيان بعد اللي رديت عليا السلام. وقلت لها ممكن نعرف شكون معايا؟ واش جن ولا جنية؟ واش انتي مسلمة؟ جاوبتني بلا تردد وقالت لي انا جنية، اما الديانة فانا ماشي مسلمة، غير كيعجبني السلام على طريقتكم، ويمكن ليك تعتبروا نوع من التسلية. قلت لها مزيان، وما زدت سولت على الديانة ديالها لحقاش ما كيهمنيش الامر صراحة. سولتها وقلت لها ممكن تقولي لي علاش تسلطي على هاد الانسانة؟ وهي تقول لي اول حاجة ديرها هي تخرج عليا هادي من هنا، وكانت كتشير على امها. قلت لها واخا، وطلبت من السيدة انها تخرج. ناضت وخرجات وسدات الباب، وقلت لها هانتي هيا خرجات، يلا قولي لي علاش تسلطي عليها. قالت لي عجباتني وبغيت نتسلط عليها وانت مالك. قلت لها بنوع من الاستهزاء: واش دابا حنا كنتفلاو هنا؟ قولي لي علاش تسلطي عليها؟ راها ماشي مونيكا باش تعجبك، راه انسان فضل الله عليك تفضيلا. وهنايا بدات كتضحك وقالت لي الا قلت لك شكون سلطني عليها ما غاديش تسيقني. قلت لها ايوا جربيني. قالت لي اجي، واش انت اللي كنتي مع عبد الله في هادي الخوت قصة اخرى، ويمكن يتسع الوقت
ونذكرها لكم في يوم من الأيام. المهم قلت ليها باش عرفتي؟ قلت لي ياك انت عارف باللي حنا كنعرفو كل شيء ليكم. قلت ليها حتى يكون الغيب ما بين يديك عتعرفي. دابا قولي ليا علاش تسلطتي على هاد السيدة وشكون اللي سلطك عليها؟ قلت لي حتى ترشق ليا ونقول ليك. عرفت باللي كنهضر مع جنية مسالية قبة وبهاد العبارة هادي، وقلت ليها دابا تي كتفلاي ليا. ايوا مزيان نيت من اللي علمتيني باللي كتفلاي. دابا غادي نشوفو. حبست معها الهضرة ورجعت وشديت البنت من راسها وقلت للفقيه يشدها من يديها حتى نطلب منه انه يطلقها. بقيت كنقرا عليها بالجهد وهي ما سكتاتش حتى بدات كترعى الثاني وبدات كتغوت وكتقول صافي صافي سكت صافي. قلت لها ياك انتي اللي بغيتي تتفلاي، ايوا خليني نتفلا معك حتى انا بطريقتي. قالت لي لا صافي غير حبس باش نتفاهمو. قلت لها بحالك ماشي ديال التفاهم، باينه فيك واخده كلام الله هزوءا. وكملت في القرايه حتى سخفات البنت. رشيتها شويه من الماء المرقي فيقناها وبقيت كنقرا عليها عاوتاني حتى بدات كتضحك مره اخرى. قلت ليها راه واخا تسخ فيها غادي نفيقها، واليوم بيا ولا بيك. قالت لي ياك بعدتي شنو اللي ردك؟ قلت ليها اللي ردني ظلمك والتعدي ديالك على حرمة انسان ما دار لك والو. ودابا قولي لي علاش تسلطي عليها؟ قالت لي راني قلت لك ما غاديش تثيق. قلت لها غير قولي لي وشوفي تماك واش غادي نتيق ولا لا. للمعلومة مستمعين الكرام، الجن كيكذبوا بزاف والرقات يعلمون هذا. وقالت لي راه هاديك اللي مشات عندها باش تعالجها هي اللي سلطاتني عليها. قالتها وهي كتضحك. وقلت لها واش كتقصدي الشوافة؟ قالت لي قلت لها علاش وعلاش سلطاتك عليها؟ ياك كان كيضرها غير راسها. قالت لي راه فاجات انا بنت ليها مور ديك الشوافة وهي تصدم وبقات كتغوت وخرجت من عندها كتجري. وقالت باللي الشوافة ما كانش كتعالجها، بالعكس كانت باغية تكمل عليها وتفلى على امها. قلت لها واخا وعلاش تسلطي ليها انتي اصلا؟ قالت انا وحده من بزاف كيخدموا مع كتقصد الشوافة وهي اللي صوبات السحر وخلاتني ننفذ ونولي مسخر عليه. واش من نوع ديال السحر درتي للبنت؟ سحر التوكال وسحر الشتات وسحر التفريق وفقدان العقل. ياك عدوة الله هادشي كامل درتو على هاد السيدة ومازال كانت غادي تزيدها السحر اخر فجت عندها. غير ما عرفت منين خرجتي لينا انت وهذا. كانت كتشير الامام خرجت لكم من حيث امرني ربي ان اخرج. على سحرتو للسيدة وشكون اللي سحر ليها؟ أنا اللي سحر ليها عايش معها في نفس الدار. وشكون؟ ما ولا اختها ولا زوجة خوها؟ راك عارف ما غاديش تسحر ليها وعارف باللي اختها مقيوسة وراك عقتي بيها. إذن
شكون بقى؟ للأسف بقات الزوجة ديال الأخ، وهي فعلا اللي سهرات ليها كنوع من الانتقام من الزوج ديالها، لحقاش ما بغاش يديها للخارج، وقالت لينا باللي ديما كتمشي عند المشاودة، وباللي هي على علاقة غير شرعية مع خو الشوافة. للأسف أنا ما لقيت باقي ما نقول. ودابا أشنو؟ واش غادي تبطلي السحر وتبعدي للسيدة، ولا غادي تموتي دابا حتى يكون مفاتيح الموت ما بين يديك وتماك قتلني؟ أنا ما كنقتلش، واللي كيقتل هو ظلمك للناس وتعديك عليهم. شحال من سحر مسخر عليه، دابا غير هادي هاد الساعة. ودابا واش غادي تبطلي السحر ولا لا؟ لا ما نقدرش، حيت صافي السحر درتو وانا مكلفة بحراستو، وحراسة هادي حارسها الله وماشي انتي. وهاد السحر هاد الليلة غادي تبطل، ولا غادي نحرقك ونحرق جدورك معاك. ايوا وريني كيفاش غادي دير. واخا قطعت معاها الهضرة ورجعت كنقرا والفقيه كيقرا معايا، وهاد المرة طولت بزاف لحقاش كانت نتلهتو بدي اي ردة فعل، بحال كتقول ليا صافي ما بقى عندك فين غادي تشدني. لكن في واحد اللحظة حبست القراية، شديت البنت من الصبع الكبير ديال يديها اليمنية وبديت كنقرا آية الكرسي تقريبا 15 مرة، والمعوذتين كذلك في نفس العدد، وبقيت كنقرا الأذكار التحصين وطرد الجن. وملي كملتهم رجعت كنقرا بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، مع التنويع في القراءة بغرض تشتيت التركيز. ديك عدوة الله. وفعلا داكشي اللي وقع، لحقاش ما بقاتش قدرات تصبر، وهي كتقول لي صافي بركة. قلت لها لا ماشي بركة، يا كنتي باغيتني نحرقك ايوا صافي خليني نحرقك. الا حرقتيني السحر اللي مدير ليها ما عمرو غادي يتبطل، وما يقدر يبطلو الا انا وداك اللي معايا. شكون معاك؟ واحد منا. واش معاك انا؟ لا. وفين كاين؟ كاين في المقبرة الفلانية. يلا جيبيه دابا. لا غير خليه بعيد، حيت الا جا ما غاديش يعجبك الحال. غير جيبيه وشوفي واش غادي يعجبني الحال ولا لا. لا ايوا واخا غادي نشوفو دابا واش دابا غادي تبطلي السحر ولا لا. انا غادي نبطلو ولكن بشرط، اما هو هاد السيدة تذبح ليها جل كحل في وسط دارهم، ياك ما يسحاب ليك كاينة عند الشوافة هنا. واش كتفلاي علينا؟ بنت الحرام كانت كتماطل، باينة فيك انتي ما بغياش تقاي الله وما بقالي معاك كلام. ومادام كاين واحد اخر اذا من احسن نحرق بابك باش نيتي يحضر. لا انا مزوقة صافي، انا غادي نبطل السحر، غير خليني نمشي. ما غاديش تمشي، غادي تبقاي هنا حتى يتبطل السحر. صافي انا غادي نبطلو، راه مدفون في هذيك العرصة اللي على برا. الزوجة ديال خوها دفنات داكشي تحت واحد الشجرة كاينة قدام الدار ديالها. وباش غادي نعرف ياك ما كتكذبي؟
لا، غير سير وجبدو براسك. قلت لذاك الإمام أنه يمشي ويشوف واش كاين بصح ولا لا، وقبل ما يحفر يخوي شوية ديال الماء المرقي على ديك البلاصة. راه وخا تبطلو راه غادي تعاود تسحر ليها، راه ما كتحملوش. ولا عليك، انا غادي نتكلف بيها، غير نتهنى منك بعدا. شوية هو السيد جاي في يديه واحد الميكا كحلة، كانت خانزة بريحة الحلبة ولا ما عرفت شنو اللي كان فيها. قلت ليه انه يحلها، وفاش حلها لقينا مشطة لاصقة فيها الشعر وصورة ديال السيدة كلها مثقوبة، إضافة إلى الأظافر ديالها والقفل سادين بيه على راسها في التصويرة، ومكتوب عبارة الموت والشتات في الصورة. هادشي كامل يا أعداء الله دايرينو لهاد السيدة، ماشي أنا اللي درت، أنا غير نفدت، واللي دار هي مرات خوها والشوافة. بطلي السحر دابا، راني بطلتو، ما تيقتكش، خاصني نشوفو يتحرق قدامي. وداكشي اللي كان في ملمح البصر، داك الويل الكحل تحول ولا رماد، وقالت لي راني بطلتو، ودابا طلقني وخليني نمشي. قلت لها فين غادي تمشي؟ ماشي شغلك، ياك بطلتي السحر. والتوكال فين درتوه؟ اش من توكال؟ واش كتفلي عليا ياك؟ قلتي لي باللي درتو له حتى التوكال. وراه بطلتو مع السحر. لعنة الله عليك، التوكال خاصو يخرج من الجسد ديالها. شديت الماء اللي في القرعة وشربتو الكامل البنت، وصيفط على باني وجابوه ليا، درتو تحت منها وقلت ليها خليها تقيا داك الشي. بقات المسكينة كتقيا حتى بدا كيخرج الدم خانز من الجوف ديالها. وهنا كانت واحد الصدمة كبيرة اللي ترسمات على الوجه ديالي انا والامام. لحقاش السيدة تقيات الطراف ديال الزاج والشعر كحل، وشي حاجة خانزة بزاف دايرة بحال الخنونة حاشاكم. بقات كتقيا حتى حبسات، وانا نتكي على الحيط وقلت لها اش هاد الشي؟ قالت لي هذا هو التوكال، وكان مديور ليها بغرض القتل. قلت لها لهاد الدرجة يا اعداء الله باغيين تأديوها؟ قالت لي انا غير خادم، ايوا طلقني. قلت لها والله ما تعطيني العهد وتبعدي من الشوافة وتخرجي من هاد المدينة، ما نطلقك وحتى نحرقك. قالت لي هي ما عندك كلمة ياك؟ يا قلتي باللي غادي تطلقني إلا تبطل السحر. قلت لي اعطيني العهد باللي ما غاديش ترجعي لهنا، وباللي ما عمرك ما غادي تبقاي تخدمي مع هاديك وتماك نطلقك. قالت لي لا. بديت كنقرا شويه، وانا قالت لي صافي انا غندير اللي بغيتي. قلت ليها اللي بغيت هو تخرجي وما تبقايش ترجعي لهاد المدينة نهائيا. قالت ليها صافي انا غادي نعهدك امام الله سبحانه ما باقيش نرجع لهنا، وباللي ما عمرني باقي نخدم مع شي شوافة او دجال. قلت ليها بيناتنا العهد الله، وإلا خنتيه غيحكم فيك. ما زدتش معها هضرة أخرى، ومع سخفات السيدة عرفتها مشات. رشيتها بالماء المرقي وبديت كنفيقها بشوية،
المسكينة كانت منهكة بزاف لدرجة أنها ما كانتش قادرة تحل عينيها لعدة دقائق، وحتى قلت الحمد لله صافي وتهنينا، وحنا نبداو نسمعو الغوات عند الباب ديال الدار، وشي حد كيضرب في الباب وكيقول طلقوني نخرج، طلقوني نخرج. خرجت بالزربة ولقيت اختها الصغيرة كتضرب في الباب وباغية تخرج، وغير شافتني وهي تقول لي ما تقربش ليا، إلا قربتي ليا نقتلك. قلت لها واخا، ولكن جلسي ما غاديش نقرب ليك. قلت لي حلي الباب نخرج. قلت لها علاش؟ قلت لي ما بغيش نشوفك قدامي، ما كان حملكش بنادم. قلت لها واخا. خليتها ورجعت عند اختها انا وامها باش نخرجوها ونلقاو شي حل هاديك اللي باغيه تخرج. وفاش هزينا السيدة نخرجوها لقيت هاديك كتضرب راسها مع الحيط حتى بدا الدم يخرج ليها من الجبهة ديالها، وفي واحد المنظر لا حول ولا قوة إلا بالله. فاش بغيت نشدها باش نهدنها هربات، ومن زهرها العوش دخلات في البيت اللي كنا كنرقيو فيها اختها. هنايا قلت الإمام يسد الباب ويخرج، وقلت لها قابليها ونادي عليا إلا وقعت لها شي حاجة، ورجعت باش نشوف الأخرى مالها. كانت الساعة تقريبا 11:30 ديال الليل، وفي ديك الليلة غادي تبدا المعاناة من نوع آخر مع الأخت ديالها الصغيرة. غادي نطيح في مواقف ما كنتش حاسب ليها حساب، ولولا ألطاف الله لآلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. كيف ما قلت لكم، هزينا البنت الكبيرة ورقيناها وحطيناها في واحد الغرفة أخرى باش ترتاح على ما تفيق ونتأكدوا باللي ما بقى فيها والو من داكشي اللي تدار ليها. وصيت الأم ديالها أنها تبقى عندها تحسبا لوقوع أي شيء خارج عن المألوف. وجيت باش نشوف الأخت الصغيرة ديالها مالها حتى هي، ولكن اللي كنت أنا متأكد منه أن الحالة ديالها أصعب بكثير من أختها الكبيرة. لحقاش باش كتشوف بنادم أنه يضرب راسه بغرض الإيذاء، عرف أن اللي متسلط عليه غير الجن العاشق أو السحر الخبيث بزاف، لدرجة يخليه يفكر أنه ينتحر أو يقتل راسه. المشكلة غير كنبغي نحل الباب كتبقى تضربو بالجاد وكتقول ليا ما تدخلش، وإلا دخلتي اليوم غادي يدفنوك. كنقول ليها واخا، غير خليني غير نهز حاجتي وباش نمشي في حالي. ولكن مع من داوي السيدة صافي خرجت من طوحها. أنا ما بقيتش قادر نتحمل ديك المماطلة اللي كدير، وقلت لها أنا غادي نحل الباب واللي بان ليك ديريه. وقبل ما نحلو رقيت شوية ديال الماء المرقي ورشيت بيه العتبة وحصنتها باش ما تخرجش منها وتهرب. فتحت الباب ودفعتها بيدي حتى دخلت أنا والإمام اللي كان معايا. غير دخلنا وهي تهرب للقند ديال الغرفة. هذه قاعدة كاينة في جميع اللي مبسوسين وكيميلوا يجلسوا في القناة. بانت لي السيدة الوجه ديالها قمشات والدم باقي في الجبهة ديالها. بان ليا ماشي شي حد انك تخليها هكذا مطلوق. قلت الإمام بقى قدام الباب حتى نرجع، وخرجت وناديت على الأم ديالها وقلت ليها عافاك جيبي لي شي حاجة باش نكتفها،
لحقاش داكشي اللي متسلط عليها يقدر يأذيها. جابت ليا الملحفة الصحراوية وقطعتها جوج الأطراف ومداتها ليا. رجعت لعند السيدة اللي في البيت، لقيت الإمام مركون في واحد الجنب وكيشوف فيها وبين عليه آثار الخوف والتعب. قلت ليه: سي إبراهيم، واش ما قادرش تكمل؟ راه هادشي يقدر ياخد وقت طويل وانت السيد العارفين، وعارف مزيان بلي دوك العلامات اللي كتبدو على وجهك لا معنى لها في بحال هاد المواقف، وإلا كنتي غادي تشكل موقف ضعف من الأحسن أنك تخرج وتخليني معها غير بوحدي. قال لي: لا، أنا معاك إن شاء الله، وراه غير التعب هو اللي تمكن مني. قلت ليه: واخا، إوا رد البال، راه الخوف لا يليق بحامل الكتاب الله، فما بالك إن كان من يحمله إماما ليصعد المنبر ليخطب في الناس ويصلي بهم. والخوف باب من أبواب التسلط الجني على الإنس. السي إبراهيم كان كيكبرني بسنوات عديدة، ربما 12 سنة أو أكثر. توكلت على الله تعالى وقربت من السيدة محاولا أنني ناظر معها بالخاطر باش ما تأثرش وتضرب راسها مرة أخرى، لكن ما كانتش كتبغي تشوف فيا. قلت لها: ماشي مشكل، خليك مغمضة عينيك وجلسي إلا كنتي مرتاحة هكذا. وقالت لي: ما غاديش نرتاح حتى تخرج انت وصاحبك من هنا. قلت لها: غادي نخرجو، ولكن فاش نبعدو عليك هذا عدو الله ولا الأعداء الله اللي متسلطين عليك؟ أجابتني قائلة: حتى حد ما تسلط عليا أنا بخير وعلى خير، وزيدون أنا ما طلبتش منك تجي تداويني، ياك جيتي على قبل مالكة وداويتيها، إوا اش باقي بغيتي عندي أنا؟ قلت لها: انتي اللي فيك محال واش يقدر عليه حتى اللي كان في اختك مالكة. قالت لي: انا قلت لك ما فيها والو، ومن الاحسن خرج عليا من هنا ولا ما غادي يعجبك الحال. والغريب انها كانت كتهضر والعلامات الشر باينة على الوجه ديالها، بمعنى انها كانت معولة انها دير شي حاجة في راسها في اي لحظة. وللأسف الشديد هادوك من علامات الجن العاشق. الجن العاشق جن كباقي الجن، ولكن كيوقع في الحب الإنسان فكيربط حياته به، وهذا من أخطرهم وأكثرهم أذية للإنسان. حاولت ما أمكن أنني نهدئها بقدر الإمكان، وقلت لها: اختاري، يا إما أنك تجلسي وتهدني ولا نكتفك من رجليك ويديك. ما جاوبتنيش، ولكن امتثلت لكلامي وجلسات. جلست قدامها وبديت كنحاول نهضر معها. شنو الاسم ديالك؟ وعلاش كنتي باغية تخرجي قبيله؟ قالت لي الاسم ديالها، وقالت لي كنت باغي نخرج حيت تخنقت وحسيت باللي غادي نموت الا بقيت في الدار. وفي ديك اللحظة انا متأكد ان اللي كيهضر معايا هي البنت بنفسها. قلت ليها: لهاد الدرجة ما حملتيش تبقاي في داركم؟ قالت لي: لهاد الدرجة. قلت ليها: واخا، علاش ضربتي راسك وقمشتي وجهك؟ قلت لي: ما عرفتش، انا بلا احساس درت هاد الشي. قلت لها: واخا، مزيان. بعدت منها شوية وبديت كنقرا فواتح الرقية. كان هداك الشي بصوت منخفض باش ما نشوفش ردة الفعل ديالها، وفعلا ما كانتش مرتاحة
وكانت غير كتدور في عينيها وما كانتش مرتاحة نهائيا. إلا في لحظة شفتها بدات كتجمع في يديها، وهنا صافي تأكدت بلي ما بقاتش معايا البنت. وأول حاجة قلتها هي السلام ورحمة الله. وكيف ما العادة عند البدء بالحديث مع المتسلط، ولكن ما جاوبنيش. ومن بعد قال لي اشنو اللي من بعد هاد السلام ديالك؟ قلت ليه رد السلام بعدا، وقال لي ما بغيتش وماشي سوقك فيا. قلت ليه واخا، ولكن غير من الصواب. قال لي صوابكم خليهم عندكم. قلت ليه سيدي واخا، دابا غير قول لي مع من كنهضر دابا. قال لي علاش بغيت تعرف؟ قلت ليه غير باش نعرف مع من كنتكلم وصافي. قال لي انا راه ماشي بحال ديك اللي جريتي عليها قبيله، انا راه ما جابنيش السحور. قلت لي عارف بلي ما جابكش السحور، وباينه غير في الحاله اللي درتي في هاد المسكينه. قول لي يا دابا شنو بغيتي عندها وعلاش درتي فيها هاد الحاله؟ انا درت فيها هاد الحاله باش الام ديالها تحن وتحلبها باش نخرجوا من الدار. وشكون نتوما؟ ياك انت غير بوحدك. وقال لي نخرجوا انا وياها. واخا، وعلاش باغي تخرج؟ انا بغيت نخرج. مالك انت سوقك؟ لا، ولكن دابا غادي يولي سوقي، وانت كيبان لي ماشي ديال الطريق الصراح نهائيا. شديت ديك الملحفة وربطت الدرية يديها ورجليها حيث وصل به الحال وسيل ليها الدم من جبهتها تتوقع منه اي حاجة. فاش بديت كنكتفها بقات كتبكي وكتنادي على امها وكتقول ليها عتقيني يا امي، عتقيني، راه ما فيا والو وراني كنتقصع. البنت اللي كانت كتهضر بإعاز من هادوك العدو والله باش ان امها تأطر وتجي كتجري لعندها. قلت لي ما غادي تغوتي، ما غاديش تجي لعندك، غير يحسن ليك انك تسكتي وخليني ندير خدمتي. قالت لي علاش هادشي اللي كدير خدمة بعدا؟ قلت ليها خدمة وخدمة والأجر ديالها كبير عند الله، وكيف لا وهي محاربة أعداء الله بحالك. ما خليتوش يجاوبني، ومع بالي السي إبراهيم غير شاد الركنة وكيتفرج بحال إلا عندي شي حلقة ديال الجامع الفنا. وقلت ليه والسي إبراهيم اش كيد اكيدو ربي هاتي أرض نومن سين تنخ باش أكيتي تسمو قلت. كنتمنى انني نكون نطقت هاد الكلمات بشكل جيد، وإلا غلطت قولوا لي في الكومنتير. واللي كانت المعنى ديالها والسي إبراهيم اجي الله يهديك، راني ما جيتش معاك باش تشوف فيا، راك انت الكبير زعما والكبير هو الله. حسيت بيه باللي السيد بحال شدو الخوف. نط عندو وقلت ليه اشنو قلنا قبيله؟ قال لي اسمح ليا، راه هادشي ما عمرو داز عليا. قلت لي حيد الخوف منك وجلس، وإلا بديت نقرا تبعني. رجعت وجلست قدام البنت وبديت كنقرا سورة الجن ثم سورة الرحمن، ومن بعد ما كملتهم حطيت لي يد على راسها. حطيت يدي على راسها وبقيت كنقرا الأذكار التحصين من المس حتى كملتهم كاملين. وقلت ليها دابا قول لي اشنو بغيتي من عند هاد السيدة وكيفاش حتى تسلطي عليها بهاد الطريقة المروعة. قال لي ثق بيا، الحالة اللي وصلت ليها من الضعف ماشي انا السبب فيها،
وانا براسي ما قادرش نعالجها، بالعكس انا كنبغيها وبغيت نشوفها ديما صحيحة وبخير. قلت لي بحالك انت ما كيبغيش الخير لبني جنسو، فما بالك في البشر. قال لي انا عشقتها وانت تعلم الا حتى عشق الجن اشنو غادي يوقع. قلت لي الله يا ودي واش غادي توريني؟ راه ما عطا الله غير قرانك، دابا اشنو باغي؟ واش غادي تبقى مستابح هاد اليتيمه مدى الحياة ولا شنو؟ قال لي ياك انت عارف باللي انا ما غاديش نخليها. اذا علاش كتسول هاد السؤال؟ قلت لي غير بغيت نتاكد باش ما نحس راسي انني ظلمتك، وهذا ما كان. ودابا واش غادي تبعد؟ لاحظت انني لثاني مرة كنسولك وكتهرب من الاجابة. قال لي كنتهرب حيت ببساطة ما باغيش نقول لك، وصراحة جاني غريب داك الطريقة باش كيهدر معايا، البرود الكبير بحال الا مستسلم. ما عجبنيش الوضع وحسيت بحال الا كيحاول يماطل وكيتلاعب بيا. قلت ليه صافي سكت. قال لي اشنو درت؟ ياك كان جاوبك. قلت ليه انت كذاب وانا غادي نخليك تقول الحق بلا لا يطريه ليك. للإشارة أخوتي المستمعين، خاص الراقي يكون متمكن باش يتحاور مع الجن وما يعرفش شي حاجة اسمها الخوف إلا الخوف، لأن الخوف إلا من الله عز وجل، وإلا يقدر يطيح في المحظور. شديت البنت راسها ورجعت كنقرا عليها، وهاد المرة نوات في القراءة باش نشتت التركيز ديال ديك المصيبة اللي متسلط عليها. قلت للسي إبراهيم يبدا يقرا عليها سورة البقرة من البداية ديالها، وأنه ما يحبش حتى نقولها ليه، وقلت ليه أنه يقرا بالجد ماشي بالشوية. وأنا شديت السيدة راسها وبديت كنوع ما بين الآيات والأذكار التحسين وبعض القراءات اللازمة في مثل هذا الوضع، حتى بدات البنت فجأة كتقية حاشاكم. والغريب في الأمر أنها تقيات غير الماء، ما كاينش فيه شي حس ديال الأكل. خليتها تقيات على خاطرها ورجعت شديت ليها راسها وبقيت كنقرا عليها حتى قال لي واش ما بغيتيش تسكت؟ سكت مالك؟ واش ما كتعياش؟ قلت ليه كلام الله ما كيعيش، كلام الله كيحرق، ولا شك انك حسيتي به. بدات كتضحك وقالت لي انا ما كنتحرقش، راك غير صدعتيني. قلت ليها ايوا ما فيها باس نزيد نصدعك شويه. واستمريت في القراءة وهو يبدي يضحك بالجهد. قلت ليه علاش كتضحك؟ قال لي شوف صاحبك، انا الصراحة ما كنتش مركز مع السي إبراهيم، كنت مركز على البنت فقط. درت وكنلقى السي إبراهيم شي حاجة شاداه في رجليه وهزاتو منها بحال الشكل اللي كيديروه للذبيحة إلا بغاو يسلخوها. السيد المسكين ما عرف باش تبلى وبدا كيغوت واطلاق وكان القلب ديالو غادي يسكت. انا ما حيلتي لا لهاديك المصيبة ولا لهداك العالة اللي جات معايا، لحقاش هو كان عالة فعلا، خصوصا في الصرع ديال هاد البنت. درت وقلت ليه طلق من السيد ولا غادي نحرقك. قال لي ما تقدرش. قلت ليه نقدر، وانت عارف مزيان باللي نقدر، ويكون في علمك الا وقعت شي حاجة للسيد
غادي يكون الثمن هو حياتك. بمجرد ما كملت كلامي طلقو وهو يطيح على كتافو، نط عنده وشديت ليه يديه وقلت ليه: سي ابراهيم، مالك؟ شنو اللي وقع ليك؟ حشم يجاوبني: رجوع لله، قول لي يا مالك، وكيفاش حتى وقع ليك داك الشي؟ وليتي معلق من رجليك. ما عرفتش، ما حسيتش براسي الا وانا مشدود من رجلي، شي حاجة باغية تعلقني. ولكن الحاجة اللي انا متأكد منها انني سهيت لدرجة ما بقيتش عارف حتى شنو اللي كنقرا. ياك ما نقضتي الوضوء؟ ما عرفتش. يلا نوض توضا، راك ما موطيش، وإلا بقيتي هنا غادي توقع لك شي مصيبة أخرى. سير لدارك وعاود توضا وبدل حوايجك ورجع. السيد الخلعة ديالو كانت بادية الملامح ديالو. رجوع لله، رجوع لله اخويا، راك حامل كتاب الله، راه اللي حامل كتاب الله اخر حاجة يخاف منها هي الجن. رجوع لله. ناض وجمع الوقفة وخرج وقلت ليه: سي ابراهيم، ما تعطلش عافاك. رجع